ما تخسريش حد في حياتك مهما كان، إلا الكذاب والحقود والسلبي. اخسريهم وانتي الكسبانة. جوري السعيد عشان تسعدي معاه، وابعدي عن الحداد وخلي بالك من ناره. قربي من الناجحين وحبيهم وقلديهم مش عيب، وابعدي عن الفاشلين وانفدي بجلدك منهم مش ندالة. تجاهلي السلبيين والشكاكين يعني الملولين، الناس اللي هي الملولة اصلا مفيش حاجة هتعجبهم ولا انتي شخصيا، لان مهما عملتي معاهم هتفضلي مقصرة في حقهم ويمكن وحشة. اجري منهم احسن ما تزعليش منهم لما ينتقدوكي، عشان هم هيتعبوكي وهيشككوا فيكي ويحاولوا يقلدوكي كمان ويفشلوا. يعني حتى لو قلدوكي هيفشلوا ان هم يبقوا زيك. ما تنتظريش من الفشلة انهم يحبوكي. اللي مش هيعرف يحبك رغم صدقك مش هيعرف يحبك لو كذبتي عليهم. بلاش تكذبي وتخليهم يقولولك انهم بيحبوكي. اعتزلي ما يؤذيكي. بلاش جدعنة مع قليل الاصل، وبلاش طيبة مع الشرير الندل. فتحة الصدر قصاد تيار الهوى هي اللي هتأذيكي، فما تفتحيش صدرك قصاد تيار الهوى وترجعي تقولي انا تعبت منهم. تجنبي الجدال، وقتك غالي جدا، جهدك اغلى حاجة ممكن تكوني حصلتي عليها. الجدل هيضيع وقتك ويقلل من مجهودك. ريحي المجادل اللي بيتكلم كتير كده عمال على بطال، وسيبيه يتكلم زي ما هو عايز، وقوليله عندك حق او قوليله حقك عليا، وريحي نفسك منه. لانك مهما اتكلمتي ومهما جادلتي معاه هو مش هيقتنع، او مهما جادلتي معاها او اتكلمتي معاها مش هتقتنع ان هي غلطانة. الناس اللي ما بتقتنعش ان هي غلطانة دي وبتفضل تقاوح، احسن حاجة تريحي نفسك منهم وتقولي لهم حقكوا عليا، وتبعدي وتسكتي، او لو ما تقوليش خالص وتسكتي يبقى احسن حل.